ميسي ورونالدو هما اثنان من أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة، وقد أضفيا بريقاً خاصاً على المنافسات العالمية. يتحدث الجميع عن مهاراتهما الفائقة وسرعتهما وذكائهما في اللعب. ولفهم هذا الصراع الشهير، علينا أولاً النظر إلى أسلوب لعب كل منهما. يعتبر ليونيل ميسي اللاعب الأرجنتيني رمزاً للمهارة الفردية والموهبة الطبيعية. يمتلك ميسي قدرة استثنائية على المراوغة والتحكم بالكرة، مما يجعله سريعاً في اختراق الدفاعات، كما يتميز بقدرته على تسجيل الأهداف بدقة، سواء من خلال التسديدات البعيدة أو الركلات الحرة. غالباً ما يعتبر ميسي الفنان الذي يستخدم الكرة كوسيلة للتعبير عن إبداعه، حيث يظهر كل لمسة من لمسات قدميه تميزاً عن الآخرين. أما كريستيانو رونالدو اللاعب البرتغالي فيعتبر مثالاً للعمل الشاق والطموح. يتمتع رونالدو بقوة بدنية هائلة وسرعة مذهلة، وهو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة من حيث تسجيل الأهداف. يتميز أسلوبه في اللعب بالقدرة على استغلال الفرص، بالإضافة إلى قدرته على تسجيل الأهداف في اللحظات الحاسمة. لقد أثبت رونالدو أنه بارع في الهواء، ما يجعله تهديداً دائماً على مرمى الخصوم. تاريخ المواجهات بين ميسي ورونالدو شهد العديد من اللحظات المثيرة. لقد تقابلا في مباريات مختلفة، سواء مع أنديتهما أو مع منتخبي بلديهما. يجذب الصراع بينهما الأنظار حول العالم، ويأتي في طليعة المنافسات الكبرى مثل الكلاسيكو، حيث يعتبر كل لقاء بينهما فرصة لرؤية العظمة. يتمتع كل منهما بقاعدة جماهيرية ضخمة، مما يضفي على المنافسة طابعاً خاصاً. في النهاية، لا يمكن إنكار أن ميسي ورونالدو قد أبدعا في شكل كرة القدم كما نعرفها اليوم. يجسد كل منهما نموذجاً مختلفاً من النجاح والتميز، ويظل السؤال مطروحاً: من هو الأفضل؟ فربما لن نجد إجابة قاطعة، حيث أن كل منهما لديه ميزاته الخاصة. إن الصراع بينهما لم يكن مجرد منافسة رياضية، بل هو تجسيد للجهد والموهبة، وسيظل في أذهاننا لسنوات عديدة قادمة.